حياكم الله متابعين. عندنا بالنسبة المجر مال الكوميديات، طبعا تقدر تشتغل انت بلوك او اي بلوك يعجبك. شغلة ثانية، عندك هنا لما تدخل المعاكسة السلايد، اهم شي حتى ما يعود المجر قصاتك من البداية تكون عدلة وتكون قونية بهاي الصورة. اهم شي المجر يكون قونية بهاي الصورة حتى من يدخل المجر واحد فوق الثاني، ما يكون واحد طالع واحد طاب. هاي معلومة مفيدة. الشغلة الثانية، مرات تضرب هنا، تضرب بسمار تلقاه ما يلزم، شو تسوي بيك حالة؟ لو تستخدم بسمار انج وربع او بالانج، اذا ما لزم شو تسوي بيك حالة؟ حط غره واضرب له كبس. طبعا المعاكس لازم تكون اثخن، يعني مو 3 ملم، تكون 4 ملم اقل شيء، حتى يصير عندك من يدخل المجر يصير عندك من مقاعدة قونية باوع، من مقاعدة قونية يصير بهالصورة لا هذا طاب ولا هذا طالع، اثنينهم مساويات. وتركيب السجج احنا شارحيه بالقناة شلون تركبها، وبهالشغل يكون سلايد، حتى المعاكسة تكون سلايد افضل. يعني هنا تكون شغلتها سلايد تتكنش حتى تدخل المعاكسة، وهاي خارجية. ما لكم علاقة مال يقول لك جيب مجر مساوي دق المعاكسة، مو صحيح هذا الشغل. هذا الشغل القديم مال انه والصحيح 100%. طبعا هذا دبل المجر لانه سلايد صار عربانه، وبعدين ركب فوقها الوجه حتى تتحكم به. واهم شي وياك اسفنجه ومي حتى تمسح شك وغره. كل ما يكون شغلك نظيف ومرتب كان الشغل احلى ويطلع بالصورة الصحيحة. يتهيأ للصباغ، حتى من يتهيأ صباغ ما يجي يقوم يعالج ورا النجار هواية امور، يعالج مثلا الظروف مال مسامير المسدس ويعالج اشياء بسيطة يعني. تمام. والمسافات والفكات تكون كلها بالمليمات تشتغل، ما يكون بيها فكة هواية، بالمليمات حتى المجرات يروحن ويجن بصورة صحيحة. اتمنى تفيدكم هاي المعلومات وتستفادون منها، ولا تنسون ان تترحمون لوالديكم.